تاريخ الوجود الكردي في دمشق، حبذا لو تتحدث عنه. أنا بدي أعطي أول شيء، بدي أقسم الموضوع الحقيقة لثلاث أقسام أساسية. التاريخ القديم يعني الفترة الخورية، الفترة الأيوبية والعثمانية، والتاريخ الحديث. بهذا الأساس ممكن ننطلق. تفضل. بتحب أبدأ من الفقرة الأولى، مسألة التاريخ القديم؟ طبعا طبعا، طبعا أنا. تفضل. التاريخ القديم. بدي أنا بحكي هيك صورة موجزة كثير عن مسألة التاريخ القديم، لأنه ما يهمنا فعلا هو التاريخ الحديث، لكن لازم الناس تعرف كمان أنه تواجد الكرد ليس فقط في دمشق، وإنما في كل سوريا، ما عدا البادية السورية ما كان فيها يعني التواجد كردي. هذا التواجد الكردي يعني عمره التاريخي تقريبا بين 2500 سنة ل 3000 سنة قبل الميلاد، يعني مو من الميلاد، قبل الميلاد. وطبعا هي المملكة ميتانيا اللي هي تشكلت، وكانت معروفة يعني عاصمتها قريبة من منطقة عمودة. وطبعا هذا اللي وصلت لدمشق، ووصلت لفلسطين، ووصلت لمصر بالفترة الهكسوس. طبعا بدمشق هذا بيأكد هذا الشيء كمان. وجدوا يعني بأحد القرى القريبة من دمشق تمثال منحوت من الحجر البازلتي، ومكتوب عليه باللغة الخورية، يعني باللغات القديمة. هذا بدل هو والميتانين، طبعا الميتانين هن نفسهم الخوريين. هاي المملكة، هذا التمثال بيأكد تماما أنه الكرد كانوا بدمشق بهذيك الفترة، نتيجة وجود هذا التمثال بحجم كبير يعني، وليس تمثال صغير. طبعا هذا كمان أكد عليه الأستاذ أحمد محمود خليل، يعني المؤرخ السوري الكردي المعروف يعني. وطبعا استشهد بكثير مؤرخين آخرين يعني استشهدوا بهذه القضية هي، ولوجود الشعب الكردي في دمشق بهذيك الفترة. بدي يعني يذكر كمان، يعني في كثير قضايا نحن بحس إن واحد يستأنس فيها، هي مسألة أسماء الجغرافيا. وقت بتكون أسامي جغرافيا أسامي ترتبط باللغة الكردية، هذا من المؤكد أن هناك شعب كردي كان يقطن هذيك المناطق. لهيك نحن بدمشق عنا، بدي أرجع أكد عليها هي، أنه عنا مناطق هي مسمات بالكردية من الفترة الخورية، مثل مسألة جبل قاسيون، وطبعا كاسيون بالأساس تبعه، أو كاشيون، لأنه السين تقلب شين يعني باللغة الكردية القديمة. وهذا وارد، وهذا نسبة إلى الكاشيين الكرد الموجودين كانوا يعني بكردستان حتى الآن يعني. طبعا كمان في مناطق قرى قريبة من دمشق، مثل منطقة السيبداني اللي هي بيقولوا زبداني، نتيجة تتحرف الأحرف بعض الشيء، لكن هي الأساس الاسم تبعها سيبداني أو سيفداني. اللي يعني هو مكان التفاح، أو يعني المنطقة اللي بيزرع فيها التفاح. وهي فعلا هي منطقة الزبداني، أشهر تفاح في دمشق هو من منطقة الزبداني. وعندنا منطقة تانية اسمها البلودان كمان، وهي بلو ودان، يعني المكان المرتفع، لأنه هي كمان في قمة جبل ومكان مرتفع باردة جدا. كمان هذا اسم من الفترة الخورية. كمان عندنا بتسأل أهل المناطق ما بيقولوا سرغايا، بيكتبوا لنا سرغايا على الباصات وهيك. لكن إذا بتسأل أي واحد من هذيك المنطقة بتقول له منين أنت، بيقول لك أنا من سرغويا. ما بيقول لك من سرغايا، من سرغويا، يعني رأس الدغل باللغة الكردية. سر جويا يعني رأس الدغل. طبعا حتى أطراف الشام، منطقة الجولان هي أو الجولان، يعني في لها تفسيرات متعددة. كمان هذا اسم كردي موجود يعني كمان بالمنطقة. حتى دوما هي جاية من كلمة دومان، دخان يعني، لأنه هي كان دائما بالشتاء تكون فيها ضباب كثيف، لهيك تم تسميتها دوما. طبعا في أسماء كثيرة يعني بتدل عليها. هي الفترة التاريخية القديمة. طبعا في من ضمن الآثار على بمسجد الأموي، في ناس ما بيعرفوا انه هذا اساسا معبد قديم جدا. مسجد الاموي كان بالبدايه معبد شمساني ايام المملكه الميتانيه. وطبعا في نقوش على احد الصخور موجود فيها شعارات مرتبطه بالديانات اليزدانيه الشمسانيه، من ضمنها النجمه السداسيه اللي حتى اسرائيل تعتمدها كنجمه، لكن هي حقيقه نجمه ترتبط اساسا بالديانات اليزدانيه. لهيك بتشوف انت المآذن في منطقة لالش هي عبارة، إذا بتنظر لها من الأعلى للأسفل، يعني بتعمل صورة من فوق لتحت، من السماء، من الأفق، بتقوم تظهر عندك هي النجمة. هي لها علاقة بقضايا مقدسة، لها علاقة بالديانات الشمسانية القديمة. هذا هي الفترة اللي عم بحكي، حكيت على الفترة الخورية. يعني أنا بكتفي بهذا القدر، لأنه ما بدي أتوسع بالفترة الخورية. مثل ما بالفترة الخورية طبعا كان في حروب بين الدولة الميتانية والدولة الفرعونية بهذاك الوقت.
ويعني دائما كان فترة حروب، ونتيجتها بعد منها هي فترة حروب يعني وصلوا لاتفاقيات. وطبعا بعد الفترة هي يعني صارت كمان المنطقة خضعت للحكم الآشوري نتيجة الحروب والقضايا، يعني خضعت الأجيال متعددة. أنا بصراحة ما مسجلها، لكن أنا اليوم نزلت يعني حقيقة نزلت بوست، وهذا كتير مفيد وملخص وبيعطيك الفترة التواجد الكردي بالمنطقة من 3000 سنة قبل الميلاد حتى عام 2000، انه كيف التوزع تبعهم وشو اسماء القبائل وكيف يعني كيف تبدلت، وحاطط مساله انه كيف السلطه بتتغير. ليك انا دائما بقول انه الجغرافيا دائما تطلق عليها اسماء لمن يحكمها بفتره تاريخيه. انا لا اقول انه سوريا مثلا كانت كرديه عبر كل العصور، كانت كرديه مره وكانت اراميه مره وكانت اشوريه مره وكانت يعني تتغير وفق صح السلطه صح. المسيطره عليها. لكن الشعوب لا تتبدل، هي القصة الحقيقية يعني إنه الشعب لا يتبدل. الشعوب هي تمت مثل ما هي، لكن تبدلت ثقافتها وتبنت ثقافة جديدة، ثقافة السلطة. وهي ثقافة السلطة أصبحت هي السائدة، وصاروا يتبنوها. يعني حتى يعني من أساس كردي يعني كشعب، إذا أخذت دماغهم وحللتها بالدي إن إيه وفق العلم، إن بيطلعوا كرد، لكن بيقول لك أنا آشوري مثلا، أو بيقول لك أنا سرياني أو أنا كلداني. لكن إذا بتحلل أنت دماغهم بتلاقي إنه هن دماغهم زاغروسية. والشعوب زاغروس والمنطقة هي شعوب كردية حقيقة. أنا بكتفي بهيك، بعتقد يعني ما بدنا نغطي هي أكثر من هيك، بدنا ما نحكي ما عن. ما مستجان ما مستجان هو المؤرخ السير سيدي سميث يقول كما ذكر ذلك العلامة محمد أمين زكي في كتابه تاريخ كردستان بأن السوبارتيون في العام يعني 2000 3500 قبل الميلاد، 3500 قبل الميلاد كانوا يحكمون طبعا شرق دجلة في المنطقة، يقول أن شمالها منطقة وان ويحدد الحدود. هؤلاء كانوا يسمون في غرب دجلة بالخوريين الهوريين الذين تتحدث عنهم الآن. أنت قلت هم نعم نفسهم نعم، ميتانيون. بس بدي انوه لانه في كثير ناس ما بيعرفوا. الخوريين لهم ثلاث اسماء يعني حسب اللهجات، في ناس بيقولوا هوريين، وفي ناس بيقولوا حوريين، وفي ناس بيقولوا خوريين. يعني حتى اسم حوران بدمشق هو منسبة الى الحوريين، لانه يعني حوران كمان هي جمع حور، يعني لها علاقة كمان نفس هذا الشعب. وحور او خور او هور هي تعني الشمس، يعني صح لأن هي الشمس مقدسة. لأنه هي الشعوب كانت تطلق عليها الأسامي هي نسبة إلى دياناتها والقدسيات تبعها. وهي طبعا باعتبارها من نفس المنطقة من شعوب زاغروسية، يعني أصبحت قومية ودين بنفس الوقت. نعم. وطبعا يكمل ويقول بأنهم هؤلاء الخوريون هم نفسهم السوبارتيون حكموا حتى البحر الأبيض المتوسط عدا الفترة الخورية 1700 قبل الميلاد. طبعا هذا ليس تاريخهم كما قال الأستاذ، في هذا التاريخ حكموا دمشق. نأتي إلى العصور الأخرى حتى نصل إلى اليوم. تفضل. الفترة الثانية اللي نحن التواجد الكردي بالمنطقة هو الفترة الأيوبية بشكل أساسي، اللي هي طبعا صلاح الدين الأيوبي قادة ويعني أبوه كمان وعمه يعني قادوا المنطقة بالفترة الأيوبية هي. وجلبوا معهم يعني من خلال العسكر، يعني كان معهم العسكر إن كانوا كلياتهم كرد أساسا من مناطق الكردية تحديدا، يعني من كردستان. ولهيك جلبوهم معهم لمسألة فتح القدس وفتح يعني القضايا اللي كانت القضايا الفتحية اللي لها علاقة بالإسلام. ودخلوا مناطق دمشق وسكنوا دمشق. يعني بقي الجيش بدمشق، يعني ما لم يترك دمشق، وأسسوا أحياء بدمشق يعني. وطبعا يعني صلاح الدين الأيوبي بهذاك الوقت صح هو كان يعني كما يعلم الجميع أنه مسلم، لكن كان لديه فرقة أيضا داسنية يعني أزيديين. يعني من الأزيديين كان لديه فرقة تعمل ضمن القوة تبعه. سكنوا بدمشق يعني، قسم كبير منهم سكن بدمشق، وسكن بالحاضرات الأخرى بعمان وبفلسطين بكل المدن الفلسطينية. لكن ما يهمنا احنا اليوم هو مسألة يعني كرد دمشق يعني بشكل أساسي، باعتباري أنا من دمشق. آه، طبعا انا بدي احكي عن مساله يعني كرد دمشق وتواجدهم هذا عبر التاريخ هذا الطويل اللي تم. هو طبعا في لهم اسلاف قدامى هن الخوريين، لكن اللي نسيوا يعني اصولهم نتيجه الزمن الطويل ونتيجه التغيرات السياسيه ونتيجه التقربات والمصالح. طبعا سألت عن تاريخ القديم حتى الحديث للكرد في دمشق. أنت تحدثت عن الحقبة الخورية وتحدثت
عن حقبة صلاح الدين الأيوبي. الآن بالنسبة للعثمانيين، بعد العثمانيين حتى اليوم هنالك كرد. هل تريد التحدث عن حقبة العثمانيين، الحكم العثماني أو؟ نعم، الحقبة العثمانية هي بتبتدي تقريبا من عام 1700 تقريبا ميلادي حتى عام 1850 أو حتى خروج العثمانيين من سوريا مثل ما بتعرف. طبعا هي الحقبة العثمانية كان كمان معظم القادة الجيش العثماني والبشوات بالجيش العثماني هن كانوا من أصول كردية يعني، وهذا يعني أكبر دليل عليه هون باشا الحج اللي كان يحمي قوافل الحج من دمشق للحجاز، علما أنه كان هناك بشوات قبل الباشا الكردي لم يستطيعوا حماية قوافل الحج، وبالتالي كان كثير من القادة الكرد كمان بالجيش العثماني بهذاك الوقت، لهيك كان ما كتير في تمييز. يعني في ناس ما كانوا يميزوا بين كردي ولا تركي، يعني كان يربطوا الكردي والتركي بنفس الحالة، لأنه هن كانوا من السلطة يعني مثل ما بيقولوا بفترة من الفترات إنه نحن الدولة، ولاك هن كمان كانوا نحن الدولة يعني بهذاك الزمان، يعني هن كانوا يمثلوا القوة بشكل أساسي. وطبعا كان في عندهم تنظيمات ومرتبطة وفق يعني النظام العثماني، يعني من باشا وانت نازل يعني حسب الرتب العسكرية، وكل واحد له منصبه وله مهمته اللي كان يقوم فيها، طبعا لخدمة بالنهاية الباب العالي. لكن بنفس الوقت الكرد بتلك الفترة يعني كان لديهم قوة وسطوة، ويعني يحسب لهم الحساب.